السلام عليكم. في الاول احنا بنبارك لفريق الوداد المغربي بفوزه النهارده على فريق سان داونز من جنوب افريقيا العنيد في جنوب افريقيا، وحصوله على بطاقه النهائي ليقابل الاهلي المصري في النهائي ان شاء الله كمان اسبوع او 10 ايام، في اللي هو المباراه اللي هتبقى ذهاب وعوده. انا المحتوى بتاعي ملوش علاقه بالرياضه ولا علاقه بالكوره ولا التحليل ولا التيك توك ولا الكلام ده. الحاجات دي موجوده على السوشيال ميديا، المحللين في البرامج وناس ما شاء الله افاضل، وكنا بنحب نتفرج عليهم ونستمتع بيهم. بس انا جاي النهارده بتكلم في حاجه تانية بصراحه. انا جاي افكركم ان الهدف الاساسي اصلا من الرياضه هو التحلي بالروح الرياضيه، وان احنا نبقى بينا تعارف ونتقارب مع بعض. عمر ما كانت الرياضه وسيله للكراهيه ولا للتعصب ولا ان احنا نشحن جمهورنا على بعض. طب انا بقول الكلام ده ليه؟ لان كان بيحصل قبل كده ان بيجي قبل المباريات المهمه يجي بعض الناس سواء على السوشيال ميديا او في برامج تلفزيون، يقوم منزل بوست كده تسخين لجمهور من الجمهورين سواء من هنا او من هنا، يقوم عامل كلمه كده، يقول كلمه من ده على ده او كلمه من ده على ده عشان يسخن الجمهورين على بعض. انا عايز بس اقول لهم احفظوا ألسنتكم، وعايز اقول لهم اتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. وعايز افكر ان الشعب المصري شعب محترم وطيب ومضياف، والشعب المغربي شعب محترم وطيب ومضياف. ان شاء الله فريق الوداد المغربي هيجي هنا في مصر هنشيله على راسنا ونقول له شرفتنا، ولما هنروح ان شاء الله الاهلي المصري هناك في المغرب اكيد هم برضو هيشيلونا على راسهم ويقولوا لهم اهلا وسهلا شرفتونا. الفائز هنقول له مبروك وربنا يوفقك ان شاء الله في اللي جاي، والخسران هنقول له هارد لك، وهنستنى بطولة تانية نتنافس فيها تاني ونقابل بعض تاني. فانا بقول لاي واحد بيفكر يثير الفتنه، انت مش هتعرف تعمل ده. وبنبهكم يا اصدقائي، احنا اخوات، احنا امه واحده، بنتكلم لغه واحده، شعب واحد، سواء الشعب المصري او الشعب المغربي او الشعب الجزائري او الشعب السوداني، كلنا في الاخر بنتكلم نفس اللغه، واحنا اصلا مش ناقصين. يعني اللي بيجي يثير فتنه او يسخن فتنه على بعض، طب انت هتستفيد ايه؟ يعني انت حضرتك هتستفيد ايه لما تعمل كده؟ هتطلع ترند يعني؟ هتصطف الميه العكره؟ هتسخن جمهورين على بعض؟ هتستفيد ايه يعني لما يحصل خناقه ولا يحصل مشكله؟ ما تعملش كده. وبعدين الناس خلاص بقت فاهمه، والناس زهقت، والناس اصلا عايزه تطلع لقدام. احنا عايزين نطور امتنا ونطور بلدنا، احنا فاضيين ليكوا عشان ده يسخن ده يسخن ده على ده، او ده يعمل مشكله من ده ومن ده. فانا بنبهكم قبل ما يحصل الموقف ده، لان كان حصل في مرات قبل كده وممكن يحصل تاني. اوعى حد يسخنك، افتكر ان احنا في الاخر واحد، وان احنا كلنا هنشيل بعض على راسنا من فوق، وان الشعب المصري شعب مضياف وطيب، وباكد انا الشعب المغربي شعب طيب ومضياف. اللي هيكسب هنقول له الف مبروك، واللي يصل نقول له هارت. فاوعى تكون سبب او عصايه في ايد واحد عايز يثير الفتنه وفي الاخر يعمل مشكله. ومين اللي هيتضر فيها؟ احنا اللي هنضر فيها. احنا عايزين نطلع لقدام، مش فاضيين للكلام ده كله. فانا بنبهكم من دلوقتي عشان الموضوع ده حصل قبل كده، وارد ان هو يحصل دلوقتي تاني. ايا كان من الاشخاص، انا لا اسمي اشخاص، ما بعرفش، مش عارف ده ممكن يحصل ولا لا، بس انا عشان ممكن يكون حصل قبل كده ففكرت لحسن يحصل تاني، فحبيت انبهكم واذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. السلام عليكم.